مرحبا من جديد. شحالكم طفيلات؟ اليوم عندي لكم كريم التسمين، كريم الموضوعي اللي كيبحثوا على طفيلات يستعملوا في القديره ويعدلوا لي المناطق اللي ما كتكونش فيها الشحمه، يعني البلاصه كديري فيها وكتبقاي تجبدي ديري بالقديره بالكاس. كديري القديره بيدك تسخني، المهم خاصك تسخني وتبي تحكي ديريه. نتيجته روعه الطفيلات، كيشد اللحم المترهل، السيلوليت، كيحيد العروق من اليدين. زوين، جربوه وردوا عليا الاخبار. انا كهون كندير خبطات باش يسخن اللحم ويدخل ويقصح لي، انا بعد يعود قاصح لي، ومن بعد كتجبدي اللحم كطلعي البلاصه اللي بغيتي نتيا بهذه الطريقه. الاخوات كيف ما كتشوفوا في الفيديو جربوا هاي الوصفه وادعوا لي بالخير، ونتمنى عنكم تشتركوا في القناه، واللي مشترك دير ابوني وتشترك في القناه فضلا وليس امرا. قناتي لها عامين ما قد وصلت حتى 4000 ما قد وصلتها، ومع انني كنطرح ماسكات روعه وجميله، يعني تستعمليها والنتيجه تجيك في البلاصه. وهنا اللي نقول لكم الطريقه، عندنا نص كاس ديال زيت السيور ونص الاخر خليته حتى تنطيب هذا. المهم تبعوا معايا لا فيديو حتى الاخر باش تعرفوا الطريقه. هنا عندنا نص عندنا ملعقه وافيه من فازلين تكون طبيه، ما فيها لا بغيتي ديري فيها الريحه ديريها، ما بغيتي انا بيلي نديرهن كريم عائشه، ديروا حتى هو واحد الملعقه وافيه باش تحيد لي الريحه. لان المجهد، شتو الكريم ديال لاكبي، حبوب لاكبي مجهدين، خصوصا ملي تعودي لي ديري احسن لك ديريه وقت القديره، تعودي موجدي القديره دهني به وسيب بلاص. حتى المسائل اللي كنعطيكم راه النتيجه فوريه ما شاء الله. هون عندنا زبده الشيا ولا لو بيغ دو كاريتي، درنا منها 2 معالق كبار، نشريها من عند الافارقه هادو كاملين، وزيدوا عليهم نص كوزه، نديروا نص كوزه، الكوزه حكيتها ولي ندير نص منها كتحيد البروده ديال العظام وتسخن الجلد باش تقدي منين ديري القديره ولا تدلكي ولا تدحي اللحمه، كتعود سخون الدم، سخونه يعني كتدخل مع العظم تبارك الله، تحيد البرود وتسمن سخونيتها كتسمن. المهم هون راني دوبتهم فوق الجمر، وعندي هون بذور لاكبي طاحنتهم، يعني نطحنوا، ولكن ما كاينتي هما جداد تبارك الله ويرخوا الزيوت، ولكن ما كاينه عندي عيانه. حاولوا تطحنوا بذور لاكبي برا وديروا معاهم خميره الحلوى. انا موالفه صراحه ولا كندير معاهم حبوب ديال خميره البيره وخميره الشعير، هادو كنديرها معاهم. بما انها ما متوفره عندي درت خميره الحمراء ديال الحلويات. هون دوزت كلشي في مولينيكس في الطحان، كنطحنو مزيان، ولكن الماكينه عندي راسها حفا عيانه ما بغاش تحلي داكشي مزيان. طحنوا داكشي هو سخون باش ما تجمد لكم. المسائل راني دايره فيهم شمع النحل، الا بيا نقطع لي هذاك المقطع ديال شمع النحل، دايره واحد شويه كوك من شمع النحل باش يولي الكريم متعاقد. المهم هون من بعد ما طحنتو كبيتو في البواطه سخون وبديت كنطبقو قدامكم، راهو قد ما خاد عندكم راهو غادي يجمد. نتوما ديروا معاه اي حليب الجلد باش تحيدوا ديك الريحه. انا خلطت معاهم كريم ديال جليسيرين، زدت معاه حليب جليسيرين ولا زيدوا معاه زيت جونسون ولا زيدوا معاه اي حاجه ريحتها زينه باش تقدوا تحملوا ديك الريحه ديال بذور لاكبي. صراحه مجهده، وحتى مولي لو بيغ دو كاريتي مجهده حره عامره زيوت وفيها تبارك الله المنفعه. المهم هون راني عطيتكم الطريقه وعطيتكم المكونات، ما عليكم الا تحمجاو ديروا في هذا الصيف وتبداو القديره لراسكم، ديروا لزناتكم بعد القديره لا بكاس ديال الواخ ديال تاي. نتمنى الاخوات ان يعجبكم فيديويا، وما تبخلوا عليا باللايكات، وشوفوا الطريقه الطفيلات. شوفوا اللحم كيتقبض في البلاصه، حبوب لاكبي راهي تبارك الله عندها مفعول واعر على الجلد، وديروا بين الاصبع باش يورموا، من بين الاصبع يورم. وما تبخلوا عليا بلايكات واشتراكاتكم، كتزيدني كتشجعني صراحه. انا بعد مرات راه كنعدل ياسر من الماسكات، والله ما كنبغي نصورهم بيا اللي ما كنجبر تفاعل. كنتمنى عنكم تفاعلوا مع القناه
فضلا وليس امرا. فقط الى عادت ملوحه تعدل شي زين اللي ديري اشتراك، عتما نعدل شي زين ملي حيدي اشتراكك. ونتمنى انه يعجبكم فيديويا وينال اعجابكم. وهذا الكريم راه ينباع ب60 درهم للتاجرات.